السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله في الفيديو غادي نشارك معكم قراش البلديين او القرص على حقهم طريقهم اللي كيجيو راتبين وهشيشين، كيجيو اكثر من رائعين، منسمين وخفافين. الا كانت اول مشاهده للقناه مرحبا بكم، تشاركوا في القناه وفعلوا الجرس الا عجبكم المحتوى، خليوا لي واحد اللايك للتشجيع. انا هنا في هذه القصعه غربلت كيلو ديال الطحين خاص بالحلويات اللي كيكون من نوعيه جيده، زديت عليه كاس ديال السكر معادن 150 غرام، كذلك ضفت ملعقه كبيره ونص ديال النافع، وايضا زديت 5 المعالق ديال الزنجلان محمرين. بالنسبه للزنجلان كيبقى على حسب الرغبه، يمكننا نزيدو يمكننا نقصو. زديت 2 اكياس ديال السكر بنكهه الزهر، كذلك ضفت كيس ديال الخميره من فئه 8 غرام، وايضا زديت رشيشه ديال الملحه والمسكه. زديت واحد الريدقه ديال المسكه الحره، كنخلط النواشف مزيان مع بعضياتهم، كنعمل واحد الحفيره في الوسط، وغادي نضيف كاس ديال زيت ما يعادل 150 ملل. كذلك كنضيف 2 بيضات، وكنزيد كاس ديال المزهر. غادي نزيد واحد الملعقه كبيره ديال الخميره بالخبز، الخميره الفوريه. زديت واحد الملعقه كبيره ديال الزبده اللي كتكون من النوعيه الجيده، وكذلك ضفت ملعقه صغيره ديال السمن. السمن كيجي رائع في القراشل. وكنخلط كلشي وكنجمع بالحليب. في الاول كنضيف الكاس الاول ديال الحليب اللي كيكون دافي، وغادي نكمل بالماء. زديت نص كاس ديال الماء. بالنسبه للكميه ديال السوائل اللي احتاجيت في هذه العجينه، كاس ديال المزهر وكاس ديال الحليب ونص كاس ديال الماء. بعد ما جمعت العجينه غادي ندلكها مزيان، القوام ديالها كيكون شويه مرخوف، ماشي قاصحه وماشي جاريه، كتكون شويه مرخوفه. كندلكها مزيان، والعجين كندلكوه باش كنحصلوا على واحد النتيجه اللي هي مزيانه. من بعد ما دلكتها جمعتها وكندهنها بالزيت، وغادي نغطيها بواحد البلاستيكه ونخليها ترتاح حتى كتخمر وكيتضاعف الحجم ديالها. العجين خمر وتضاعف الحجم ديالو. دابا غادي نخويه من الهواء، نخرج منه داك الكميه ديال الهواء. راه كله فقاعات العجين ناجح 100%، كله فقاعات. دابا غادي ندوز باش نقطع العجينه ونشكلها كويرات. بالنسبه للحجم ديال القراشل على حسب الرغبه، الا بغيتهم كبارين كتعملوهم كبارين، بغيتهم وسطين ولا صغارين. انا عملتهم كبارين. كيلو ديال الطحين عطاني 14 حبه، الا عملنا نص كيلو ديال الطحين غادي يعطينا 7 ديال الحبات، الا عملناهم صغارين ولا متوسطين غادي يعطيونا كميه اكثر. وسطح العمل اللي دهنته بالزيت باش كنحط عليه العجينه. انا غادي نستمر كنقطع العجينه وكنشكلها كويرات، ومن بعد عاوتاني عاد نرجع نكورهم. دابا كنرجع نكورهم ونعوضهم باش كيجيو مسبوكين من الوجه ديالو، ونقادهم نعطيهم نفس العبار. الا كانت شي وحده كبيره كنقص منه وكنزيدها على وحده اخرى. انا ما وزنتهمش بالميزان، قددتهم غير بعيني. الا بغيتوهم يجيو قد بعضياتهم بنفس الحجم كتوزنوهم بالميزان. ساليتهم كاملين. دابا غادي نغطيهم بالبلاستيكه ونخليهم يرتاحوا باش منين نجي نقرصهم دغيا كيتقرصوا. نغطيهم بالبلاستيكه باش ما يعملوش القشره من فوق. وهنا من بعد ما ارتاحوا غادي نحطهم في الصينيه وغادي نقرصهم في الصينيه. هاد القراشل هادوما كيجيو كلهم فقاعات. بعد ما دهنت الصينيه بالزيت كنستفهم في الصينيه، وغادي نبدا نقرصهم وهما محطوطين في الصينيه. غادي نقرصهم كله، وانا كنقرص وداك الفقاعات كيبداو يبانوا في الجناب ديال القراشل. غادي نقرصهم كله. هنا من بعد ما قرصتهم كاملين غادي نخليهم يخمروا حتى كيخمروا. عاد باش ندوز ندهنهم بالبيض. قراش الخمروا، خديت الصفار ديال البيض ومعاه شويه ديال البيض ديال البيض، وزديت عليهم واحد الملعقه ديال الحليب، وكندهن الوجه ديال القراشل كلهم. كندهنهم الجناب وكندهنهم غير بشويه باش ما كتهبطليش الخميره. غادي ندهنهم حتى من الجناب باش كيتحمروا كاملين.
دهنتهم بالبيض، غادي نرش عليهم الزنجلان، كنعمل خربي ديال الزنجلان باش كيجي الشكل ديالهم مزيون، وغادي نخليهم واحد 5 دقائق عاوتاني يخمروا. من بعد ما دهناهم بالبيض كنخليهم يخمروا، وغادي ندخلهم للفران اللي كيكون مسخن من قبل على نار وسطى حتى كيتحمروا من تحت، وبعد كنحمروهم من الوجه ديالهم. ودائما حنا كنحمروا، حنا كندوروا في القراش في وسط الفران باش كيتحمروا من جميع الجهات. انا بالنسبه لي طيبتهم في الفران ديال الكاس، وها هما من بعد ما خرجناهم كيجيو محمرين وخفيفين هشيشين اسفنجيين وبنينين، منكهين ومنسمين بزنجلان النفع، وكذلك المزهر والمذاق ديال داك السكر، ديال زهرة البرتقال كيعطيهم واحد المذاق رائع مع المزهر مقطر مع السمان مع المسكه. عن جد كيجيو بنينين هاد القراشل. وكيكون هذا هو الشكل النهائي للقراشل اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. الى عجبكم بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. شكرا لكم والى اللقاء.